السلام عليكم المتتبعين زوينين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. الصراحه شحال هادي ما درت لكم شي فيديو هكا بالصوت ديالي، توحشتكم. ولكن مع الاسف الصوت ديالي ضربوا البرد. المهم ملي درت لكم هاد الفيديو الصوت ديالي ضربوا البرد، انتم كتشوفوا على زهر. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه تدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه، وباش منويتو ان شاء الله كما كتشوفوا معايا راه المقادير باينين ديال السفوف. المهم غادي نحضر معكم اليوم سلو تقليدي فاسي مغربي 100%. المهم غادي نقول لكم المقادير. بالنسبه انا عندي دقيق ديجا محمر ومغربل، هنايا عندي كاوكاو البلدي راه مصوبته ودقيته زعما طحنته، اللوز مطحون حتى هو، الزنجلان كذلك مطحون النص مطحون والنص خليته هكذاك صحيح، سكر كلاصي على حسب الذوق، اللوز هذاك اللي خليت صحيح هذا كاين للتزيين. بالنسبه لداك الشيء الاخر الصغير، عندي قرفه، كلشي مطحون على اليد وكلشي مصوب على اليد، قرفه، النافع، حبة حلاوة، المسكة الحرة، كديبة ديال الملحة، المهم باش تهدى، الزيت ضروري كنديروها باش بها كنجمعو، هي زيت كنغليوها مزيان ما كنديروهاش هكذاك. هذا هو السلو الصراحه ديالنا اللي معتاد عندنا هنا. الطحين واخا غربلته وليت عاود ثاني غربلته باش ما كيبقاش عندنا مكور. هنا كبيت الزنجلان اللي ديجا طحنته قلت لكم. ما بغيتش نشارك معكم من الاول في التنقيه في الغسيل والطحين داك الشيء، راه اصلا راه داك الشيء باين ومعروف. الزنجلان هذا النص الاخر اللي خليت بلا ما مطحون حتى هو زدته. المهم انا نجمع كامل كل شيء غادي نجمعو. المهم اللوز حتى هو درتو مطحون، كاوكاو هذا اللي كتشوفوا حتى هو طحنته حمرته حتى هو ونقيته وطحنته. اللوز واخا الطريقه تنسلقوه وتنفركوه وتنقليوه في الزيت وعاد تنطحنوه، اما بالنسبه للكاوكاو فكنحمروه وتنقشروه ونطحنوه. هانتوما كما كتشوفوا معايا هذيك المسكه الحره طحنتها مع السكر كلاصي وخلاص، القرفه قبيصه الملحه والنافع وهذا وحبه حلاوه. هذا هو الصراحه اللي كنديرو في هادشي اللي كنديرو. وبالنسبه للسكر كلاصي حتى هو غادي نزيد نغربلو عاوتاني كما كتشوفوا باش ما يبقاش داك الكويورات فيه داك الحبيبات. هكا كلشي كيكون مغربل ناضي، اصلا انا ديجا مغربله داكشي الاخر عاوتاني داك النافع وداكشي راه ديجا مغربله، طحنتو غربلت كلشي. وصراحه هذا هو الصراحه سلو حنا اللي كبرنا وكنعرفوا زعما هذا هو اللي هذا هو الطريقه اللي كنديرو وكيجي صراحه اكثر من رائع. تمنيتكم تمنيتكم كتذوقوه والله. والله الا تمنيتكم تذوقوه صراحه كيجي بنين وزوين. وجربوا الطريقه هذه وغادي اكيد غادي يعجبكم اكيد. هنايا كما كتشوفوا انا الوالده ديالي كتساعدني. هي اللي جات عندي وراه ساعدتني كتمد ليا تصاوب ليا. والله يخليها ليا والله يخليكم كاع الامهات ديالكم اللي عندها شي مهمه الله يخليها ليها، واللي ميتين الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه يا ربي. وهنايا كما كتقول ام سلو الصراحه راه خاصو العريك باش يعني كلشي كيندمج وكلشي كيدخل مع بعضياته. يعني ما خصكمش تزربوا، يعني ضروري خص العريك شويه هكا باش كلشي كينسجم مع بعضياته باش ما كيجي الصراحه زوين وداك المكونات كاملين كيطلقوا بعضياتهم، اي حاجه كتطلق النسمه ديالها الصراحه. وكان هذا هو السلو ديالنا الصراحه، اكيد راه كيجي زوين صدقوني. هاد الطريقه هي اللي معتمدين حنا عليها. يعني السلو فاسي 100%. هذه هي الطريقه ديالنا، ما كنديروش حنا داك الكوزه، ما كنديروش داك الاعلان وداك الشيء الاخر، حنا ما كنديروش كاع بصفه نهائيه. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي. وحتى لهنا تنقول لكم ما تنساونيش عافاكم بواحد البصيمه الله يجازيكم بالخير، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق الزوينين ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ولا كيشوف لا فيديو ما ينساش يدير واحد ابوني الله يجازيكم بالخير فضلا وليس امرا، هكا باش كيوصل منكم كل جديد. وتنقول لكم حتى للفيديو اخر ان شاء الله يا ربي ونتلاقاو. ويلا خليتكم على خير، السلام عليكم.